ويا صباح الياسمين في عالم ياسمين. النهارده بقى جايه لكم بعد غيبه طويله وعامله لكم الحمام الكذاب. شايفين شكل الصينيه فخم ازاي يا جماعه؟ مش ممكن يعني بكيلو وراك عملت الصينيه الفخمه دي ما شاء الله. والمره دي عاملاها بالفريك. احنا متعودين ان احنا نعمل الحمام الكذاب بالرز بالخلطه، المره دي انا عاملاه بقى بالفريك، نفس فكره الحمام اللي انا بحبها لان انا غاويه حمام بالفريك. مش يعني ما بيستهونيش بالرز قوي، بس باكله شغال يعني. بس شايفين الوراك اللي انا حشيتها بالفريك طالعه يا جماعه والله العظيم الفريك مفلفل وجميل، طالعه خطيره. لان انا كمان الوراك سبتها ليله كامله في التتبيله بتاعتها، فوالله مع كل قطمه كده بقطمها التتبيله البصل والخلطه اللي انا عاملاها فيها خطيره، بتخش كده في مناخيري كاني باكل كباب حرفيا بجد. المهم انا هخش على الطريقه بقى. الفريك انا غسلته كويس قوي قوي قوي، تمام، لان الفريك من الحاجات اللي لازم تتغسل كويس قوي عشان بيبقى ليها نكهه معينه كده، يمكن بيتغسل اضعاف كمان ما بغسل الرز. طبعا انا هنا الفريك بتاعي اتاكد ان هو متنقي كويس قوي تمام. وانا في الغالب بشتري فريك الضحى او بشتري فريك ابو عوف، بتبقى في اي ماركت كده بيبقى فيه بارتيشن للعطارة هناك، فبيبقى غالبا ابو عوف اللي حاطط حاجته، فالفريك بتاعه بجد جميل. فانا هنا في طاسة على النار معلقة سمنة كده بلدي حلوة. انا لا هحط بصل ولا حاجة لان اوريدي الفراخ متبلة مش محتاجة اصلا حاجة. فانا هنا نزلت بالفريك يا جماعه. طبعا زي ما قلت لكم انا لا هحط بصل ولا حاجه لان اوريدي الفراخ بتاعتي متبله كويس قوي مش محتاجه. وانا هنا بقى هفضل اقلب في الفريك تقليبه كده حلوه شويه حلوين عشان خاطر زيه زي الرز بالظبط. كل ما انا هقلب في الفريك شويه حلوين هيديني كده ايه تسكيره للفريك، وهيبقى الحاجه كده تبقى ليها شمخه كده واحنا بناكلها. مش هنعمل اكل كده اي كلام وخلاص. المهم بعدين ده فريك اللي ايه اللي بيقولك زي الفريك وما بنحب الشريك. الفريك فعلا من الحاجات اللي هي كطعم بتعلي التست لأي حاجة. يعني شايفين اهو من كيلو وراك خليناها فعلا والله أجمل من الحمام اللي احنا بنجيبه اللي بقى غالي معرفش بكام دلوقتي. بس ما علينا، انا حطيت بقى التوابل عشان مرغيش كتير، ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وبودرة بصل وبودرة ثوم وشوية قرفة. هقعد اقلب كويس قوي الفريك زي ما قلنا عشان خاطر الفريك كل ما بنقلبه يعني المعلومة دي من اول الجواز والله يا جماعة، وانا يعني يتقال لي كتير كده نقلب الرز كتير. وفعلا الرز كل ما نعمل حاجة بحب هتطلع حلوة. يعني فعلا لما بنطبخ كده بمزاج وبحب الحاجة كده بتبقى ليها شمخة كده والله. فالمهم فانا قعدت اقلب البهارات بتاعتي في الفريك كويس قوي، وانا ضفت لها شويه ميه لان الفريك ده انا هخليه نص سوا تمام. ده اللي انا هحشي بقى بيه الوراك. المهم شايفين بقى الفريك بعد ما استوى نص سوا، بصوا بقى مفلفل وحلو ازاي يا جماعه. تمام. طبعا احنا خلاص حطينا التوابل بتاعته وكل حاجه، فانا هستنى بقى لما يبرد عشان خاطر احشي بقى ايه الوراك بتاعتي. انا للاسف ما كنتش جايبه طريقه التتبيله بتاعه الوراك، لان والله الفيديو ده معمول مره النور قطع عليا وتاني يوم الانبوبه فضيت. فالوراك دي بقى دي باتت ليله كامله في التلاجة. دي فيها بشر بصل، فيها بشر طماطم، فيها توم مفروم وملح وفلفل وشويه دبس رمان وسنه صويا صوص صغيره خالص وبودرة بصل وبودرة ثوم. وانا حاطه برضو شطه كتير لان انا غاويه الشطه عشان كده لونها كده، وشويه كركم صغيرين عشان خاطر يدي بقى الشكل النهائي كده ايه كانه حمام، يبقى يعني مدي بقى فخامه كده للوراك. المهم ايه، فانا تبلت هنا الوراك بتاعتي كويس قوي والوراك قعدت ليله كامله في التتبيله. فبصوا بقى شاربه من كل البصل، مديها نكهه مش ممكن. كل قطمه لحمه انا باكلها فيها نكهة بصل بالتوابل حرفيا والله يا جماعة كأننا شاويين كباب كده على الفحم من حلاوتها. المهم فانا هنا بقى احط شويه صويا صوص، بس على فكره انا هنا كبيت كتير
انا برضو تفاديت النقطة دي، ما حطيتش الخلطة كلها في الاخر عشان الصويا صوص بتحدق الاكل. حطيت بقى شوية دبس رمان، بحب دبس الرمان اصلا جدا يعني. واليمامة من احسن الانواع اللي انا جبتها برضو. المهم ف يعني اتأكد بقى ان كله شرب من بعضه وكده عشان يطلع الطعم حلو معانا. المهم فطبعا ايه، انا اصلا جايباها جاهزه، مش هدعي بقى واقول ان انا اللي عامله يعني انا اللي مقطعه الوراك زي الحمام الكداب. لا، انا بقول للراجل الفرارجي اعمله لي حمام كداب، فهو الراجل كتر خيره والله يعني. فتحولي بصي الدبوس بيبقى من جوه عامل زي الممبار كده ايه، يعني في مكان ان هو يتحط فيه فريك، غير جسم الورك نفسه اللي انتوا شايفينه ده برضه هيتحش فريك. وعلى فكرة مش بعمله غير شايفين ليه خلة السنان دي بس واحدتين كده انا همسكهم بيها وخلاص. على كده الفريك عندي بقى مفلفل وجميل. وعايزه اقول لكم والله الفريك ده اتعمل تاني يوم على فكره، وبصوا مفلفل وجميل ازاي. المهم انا حطيت بقى شويه الفريك، وما تقلقوش اللي بيقع ده انا هحطه تحت الوراك هيتاكل برضو. بحط بقى في قلب الدبوس كده الفريك كويس قوي بقى، عشان الفريك اللي بيبقى جوه الوراك ده غير اللي هيتحط كمان تحت الوراك، لانه بيبقى شارب اما هيخش الفرن، بيبقى شارب بقى يا جماعه من البصله، من التتبيله اللي احنا عاملينه بيها والبهارات بقى والتوابل. بصوا بقى انا بحشي تحت الجلد على فكره كاننا بالظبط بنحشي. عارفين انتوا الرقبه بتاعه الحمامه؟ عارفين انتوا؟ افتكروا بقى معايا كده شكل دلال عبد العزيز وهي بتاكل الحمامتين. يعني بصوا المنظر ده كفيل ان الواحد ياكل ايه 10-12 حمامة كده. المهم وانا اخر 2 اصلا، ده لو كلت الاتنين يعني. المهم ايه، بصوا انا هنا بقى حشيت تحت الجلد الحمام الوراك بالفريك، ودخلتها تحت الجلد ودخلتها في قلب الدبوسة والورك نفسه، الجسم بتاع الورك نفسه، وبخلتين كده رحت ايه قافلاهم. حرفيا يا جماعة والله لو جربتوها بالطريقة دي فعلا 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 خطيرة، كله شرب من بعض. واللي بصوا بقى اهي حمامة دي ولا مش حمامة، متعلمين يا بتوع المدارس. فظيعة يا جماعة، حلوة قوي 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 بجد. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، حلوة قوي. وبنفس بصوا الفكرة التتبيلة عادية جدا، بس انا بيتها ليلة كاملة في التلاجة، فيعني الخلطة نفسها تغوغلت. بصوا بقى شكل الصينية، شايفين شكل الصينية فظيع ازاي؟ وها هنا بقى الأنبوبة فضيت للأسف. وانا مش بعرف اغير الأنبوبة. طبعا انا بقيت ايه، مش هحط الخلطة بتاعتها كلها، لا انا هحط جزء منها، لان انا قلت لكم ان الصويا صوص وقعت مني كده غصبا عني، فممكن تحدقها. فانا حطيت بس شويه من الخلطه كده، وطبعا هتخش على الفرن. بص انا برضو عملت حاجه كده ممكن تكون مش ما جاتلكوش في الفيديو. انا عملت شويه كركم كده، مسحت بيهم شكل الصينيه عشان خاطر زي ما قلت لكم بصوا تطلع في الاخر شكلها بالمنظر ده. شايفين؟ يعني انا مسحت بشويه زيت والله يا جماعه، ما حطيتش لا صلصه ولا حاجه، هما شويه كركم وشويه زيت بس كده. ودخلوا بقى الفرن كله بقى ياخد ويدي بشكل ودي. وادي بقى الحمام يا جماعه، شايفين المنظر مبهج ازاي؟ هو مغري ومبهج وبيشهي وحاجات كتيره قوي كده كلها اغراءات. بس هو في المجمل يعني فعلا فعلا من افخم الاطباق اللي ممكن نعملها، من بابسط الامكانيات. يعتبر كيلو وراك، يعني هو ده كل الفكرة في كيلو وراك. وشايفين الفريك نازل مفلفل ازاي، مع انه والله انا بعد ما عملت الخطوة دي الانبوبة فضيت، فللأسف قعدتها مثلا بتاع ساعتين كده، فممكن تكون شربت زيادة من الصوص. وممكن برضو، بس هي طالعه مفلفله يعني، لا طالعه مفلفله وحلوه، مش ايه، مش نبقى عاملين حاجه حلوه ونقول وحشه. بس بجد بجد يعني لازم تجربوا الوصفه دي، لانها فعلا حلوه قوي. لا هنجيب بقى حمام، والحمام مكلف، والرقبه تتفتح مننا وتتقطع، والفريك يقع، وما عرفش بقى، ونبقى بعدين حاطين ايدينا على قلبنا والكلام ده كله. انا شخصيا من الناس اللي كده، انا بعترف يعني.
الاعتراف بالحق فضيلة. بس انتوا بقى شايفين فعلا شكل الحمام الكذاب، هو مش بيكذب يا جماعة، هو بيتجمل. فهو طالع قد ايه جميل، قد ايه شارب. بصوا بقى، حطوا مليون خط تحت شارب من الخلطة دي. لان بقول لكم والله الوراك تحديدا من اكتر الانواع اللحوم اللي ممكن تشرب من التتبيله. وحته ان هو قعد في الخلطه لتاني يوم مديله تيست عالي جدا جدا. سيبكوا بقى من الكلام اللي بيقولوه بقى جوسي وموزي والكلام ده. لا، ده حرفيا حلو قوي. جربوه وهتدعوا لي.